السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد بعنوان: هل فعلا الأهلي بيدمر الزمالك لمصلحته الشخصية؟ بس خليني أقول لك في البداية إن كل ما يحدث لنادي الزمالك حاليا هو سببه المشجع الزملكاوي، وهثبت لك. بس قبل ما أقول لك أي حاجة، يا ريت اللي مش عامل متابعة يعمل متابعة، وما تنساش اللايك والشير، لأن دعمك لينا هو اللي بيخلينا نستمر. صلي على حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ليه بقى الزملكاوي هو سبب ما يحدث لنادي الزمالك؟ دلوقتي لما نادي الزمالك وصل لمرحلة سيئة جدا، إن نادي الزمالك عامل السنة دي، الموسم ده موسم كارثي، والسبب فيه من وجهة نظري إن مشجع الزملكاوي هو السبب في المقام الأول. يعني ليه بقى المشجع الزملكاوي هو السبب؟ لان هو اللي خلى من نفسه مادة خام، لان الناس تبقى تشتغله وتقول له تعالى بقى، ده الزمالك اكبر قلعة في مصر، ده الزمالك نادي القرن الحقيقي، ده الزمالك نادي البطولات ونادي الكرامة. طب فين الكلام ده على ارض الواقع؟ لا، مفيش. نادي الزمالك وصل بيه الحال انه بيخرج من الكونفدرالية على ايد الفريق رقم 13 في الدوري الجنوب افريقي، ستيلنبوش. هل الاهلي السبب فيه؟ لا. كاس مصر، النادي الزمالك عنده استعداد يسيب كاس مصر عشان زيزو ما يلعبش مع الاهلي في كاس العالم. طب الدوري، الزمالك بينافس على الدوري؟ بقى اقصى طموحه يطلع تالت الدوري بعد المباراة الكوميدية بتاعت امبارح، اللي هي كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. امبارح بيسيرو، اللي احنا قلنا عليه من اول ما دخل الزمالك: يا اخوانا الراجل ده نصاب، يا اخوانا الراجل ده كان عندنا في الاهلي، والاهلي وصل معاه مرحله ان هو مش عايزه، وصل بيه الحل ان هو زي حاجه زي تقولوا كده يطرد. الراجل ده ما اخره يلعب 5-3-2 بيدافع، ولما بيهاجم بيألف. امبارح ناصر منسي الراجل الوحيد اللي عمل هدف. وصراحة يعني شايفه حرام ان هو ما يتحسبش، لكن لو هنتكلم في الحق يعني لمسة يد صحيحة. بس الهدف من حلاوته الواحد بيزعل عليه ان هو ما اتحسبش. الراجل الوحيد اللي بيلعب معاك طلعه وحط، نزل الجزيري احسن 9 في مصر، ابو 3 اهداف في الموسم ده. هل بقى الاهلي السبب في ده؟ لا. او خليني اجيبها لك بطريقة تانية: هل فعلا بيراميدز اخد مكان الاهلي في كل حاجة؟ لو جينا للدوري، الاهلي لسه بينافس على القمة. طب الاهلي مش رايح كاس عالم؟ الاهلي رايح كاس عالم. طب الاهلي مش بيلعب في افريقيا؟ بيلعب في افريقيا. كل فرق العالم بتعمل مواسم بيقع فريقها فيها، لكن بيرجع الاهلي، بيرجع ياخد افريقيا. مين بقى اللي ما بياخدش افريقيا بقاله اكتر من 20 سنة؟ مين بقى اللي مذيع بيتكلم باسمه طلع قال لك انا نفسي نرجع تاني للمركز التاني، باقصى طموحك في الدوري انك تطلع تالت الدوري؟ هل الاهلي بطل ينافس على القمة؟ لا. طب امال بيراميدز خد مكان مين؟ احسبها انت بنفسك بقى. لما الاهلي لسه موجوده في القمه، لسه بيشارك في كاس العالم، لسه بيشارك في افريقيا، لسه بينافس على دوري، على قمه الدوري، بيراميدز خد مكان مين بقى بيه؟ ما ترد. احنا وصلنا معاك لمرحله لما بنقول لك يا ابني انت، هل يجرؤ زملكاوي يطلع يقول لادارته هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ هو بسيرو جه ليه؟ هو جروس مشى بالطريقه المهينه دي ليه؟ هو مش لاك الصفقة المضحكة بتاعته دي ليه؟ هو احنا على بقى وصلنا لمرحلة من الديون دي كلها على نادي الزمالك ليه؟ هل الأهلي هو السبب في كل ده؟ هل يجرؤ زملكاوي يطلع؟ يعني أنا واحد من الناس عملت فيديو لما الأهلي فضل فريق: هو الإدارة جاي لنا فلوس كتير قوي، والإدارة بتتعامل معانا بمنتهى البخل ليه؟ جمهور الأهلي هو السبب الرئيسي في إن كولر يمشي.
كولر اللي جايب لنا 11 بطولة في 3 سنين، او ما كملش 3 سنين كمان. انت مستوعب؟ كولر اللي احنا كنا واصلين معاه، رايحين خامس نهائي على رحنا 5 نهائيات على التوالي، وكنا رايحين السادس في نهائي في دوري ابطال افريقيا اللي انت بقالك 23 سنة النهارده ما تعرفش عنه حاجة. هل يجرؤ زملكاوي يطلع يقول لإدارته هو اللي احنا فيه ده وصلنا فيه ازاي وليه؟ وهل ينفع؟ انت اصلا وصلت لمرحلة ان بقى كل اقصى طموحك ان الاهلي يخسر. ما حجموا عقلك، حجموا. ممكن انت كمشجع زملكاوي نفسه يشوف فريقه بينافس على القمة زي زمان، وبقى كل طموحك اقصى طموحك ان الاهلي يخسر. وايه؟ طب فريقك بقى انت فين؟ الله اعلم. فريقك اللي ولا دوري ولا كاس ولا افريقيا ولا عمره راح كاس عالم. هل يجرؤ زملكاوي يطلع يعمل فيديو زي دوت ويقول لادارته هو احنا عمرنا ما رحنا كاس عالم ليه؟ هو احنا مستوانا بقى كده ازاي؟ لا، ما يقدرش. هو كل قصته ان الاهلي يخسر. والشماعات موجوده، الشماعه موجوده ياما. انا نفسي نعرف اللي بيقول ان الاهلي هو سبب دمار الزمالك على اي اساس؟ ليه؟ هل بتنافسني على دوري؟ لا. هل بتنافسني على كاس عالم؟ لا. هل واخد مكاني عشان تروح كاس العالم؟ لا. انت الاهلي هيدمر الزمالك ليه؟ ولو فعلا بيراميدز خد مكان الاهلي، طب الاهلي وقع اهو. يعني الاهلي اهو على كلامك طالع بموسم صفري، المفروض بقى انت اول واحد تاخد مكانه، صح؟ فين انت بقى؟ مفيش. والله ويمين يحاسبني عليه ربنا، المشجع الزمالكاوي هو السبب الرئيسي في دمار نادي الزمالك. وما تذكر كلمة الأخ المحترم الراجل الزملكاوي الفاهم إسلام علوي لما طلع قال لك إيه؟ قال لك لو عندنا 30% من مشجعين الزمالك بعقلية مشجعين النادي الأهلي ما كناش وصلنا للحال ده. أتمنى تكون الرسالة وصلت، وأتمنى لو مش عامل متابعة اعمل متابعة عشان دعمك لينا اللي بيخلينا نستمر. السلام عليكم.